مش هتجيب لي حقي طلعني. بص يا سيد الدم. يا سيد. ماليش دعوة، حرام عليك يا عايدة. بص يا سيد الدم، دمي يا عايدة شايفة؟ بقول لك تاني يا سيد، لو مش هتجيب لي حقي طلعني. بص الدم. طول عمري بكبرك، ليه مصير تصغرنا يا سيد؟ طول عمرك بتعمل بلاوي، قول انا اللي عاملها عشان اخويا الكبير ما ينفعش يغلط. انت سبب كل المشاكل اللي في حياتي، بحط جزمه في بوقي. بس انت حتى مش سايبني اختار يا سيد، مش سايبني اختار. عالحال ده انا عايزك تجاوبني، من فينا يتلام؟ كان نفسي تكون ظهري ساندني في وش الايام. ليه دايما تيجي عليا واكون مهموم بايديك؟ ليه بسببك عيش قلب انا موجوع منك وعليك؟ يا اخي قطع الايد اللي اتمدت سبقتني عليك. ده انا طيق النهار لو تيجي فيا ولا تيجي يوم فيك. على ايه منك بتشيلني وليه مني تشيل؟ انا كل ما داوي الجرح انت تزوده بايديك. انا مهما بحاول اقرب ليك بابك مقفول. يا ما تمنيت اما تعبك لك احكي واقول. كان نفسي تكون عقل وحن تكون للنور، مش تبقى ريح اللي تهد وضهري المكسور. انت اللي وصلتيني لكده، وصلتيني ان اخويا الصغير يمد ايده عليا. لا والله. وايه كمان يا اخويا؟ قلت لك ان انت تضيع فلوس ابوك؟ قلت لك ان انت كمان تسمع كلامه يقول لك يمين يمين شمال شمال؟ احنا دلوقتي يا سيد اتقفل علينا باب واحد وما بقاش قدامك غيري تعلق خيبتك عليه. قلت لك مالكيش دعوه بعايده مراته وبلاش مشاكل. هي اللي جت ووقفت قدامي وعملت مشكله يا سيد، وانا قلت الحمد لله اخيرا نزلت علشان تعمل حاجه كويسه. وسبحان الله، المره الوحيده اللي عملت فيها حاجه كويسه اخوك الصغير جه ولعطشك بالقلم. انا قلت ان القلم ده هينزل على وشه قلمين، لقيتك سكت يا سيد وحطيت ايدك على وشك وقعدت تعيط. انت عايزه مني ايه تاني؟ اعمل لك ايه تاني عشان ارضيكي؟ ده انا اتحطيت في الليله السوداء دي بسببك انت. لا يا سيد يا حبيبي، انت اللي معرفتش تاخد حقك يا اخويا. بلاش كلام فارغ بقى والنبي. انت لو كان عندك شخصيه ما كانش يستاجر انه يمد ايده عليك. بص يا سيد، انا طول عمري يا اخويا نفسي اتجوز راجل عنده شخصيه مش زيك يا سيد. ويلا بقى اطلع دلوقتي بره عشان هلم هدومي واسيب لك البيت وامشي. بلبل عنده حق، انا هكمل في اللي بدأته ومش هتطلق غير لما اخد الفلوس كلها. انت اتغيرتي خالص يا عايده. لو ما اتغيرتش بعد كل اللي شفته بحمارة. وعلى فكرة جعفر مش بني آدم وحش ولا حاجة، بالعكس ده بني آدم جوه كويس قوي، يمكن أنظف من ناس كتير قوي قابلناهم في حياتنا. هو يمكن مش متعلم بس متحضر،
كفايه قوي ان هو صبر عليا لغايه دلوقتي من ساعه ما اتجوزنا، وما غصبنيش على اي حاجه. ساعات كده بحس ان هو سوبرمان ودمه خفيف. بس هو من حته وانا من حته تانية خالص. صعب جدا ان احنا نتفق. بلبل، قبل ما انسى، عايزاك تسألي على الاسم اللي في الورقة دي. بتروح السجن اللي كان فيه بابي الله يرحمه. عايزة أعرف بتزور مين. اوكي، بس تطلع مين وداد فتوحة عبد الغني العطار دي؟ مرات أخو جعفر. بس راجع من عند يارا ولا ايه؟ أيوه. مالك؟ مفيش، متضايقة شوية. متضايقة من ايه؟ أبويا خلاص ما بقاش قادر يستحمل العيشة في السجن. يا حبيبي تعبان قوي، نفسي ارتاح. الله يهون عليه. ميرسي. هاجي معاك الزيارة الجاية. لا، قصدي مفيش داعي تتعب نفسك. كمان مش عايزة أحرجه ولا أضايقه. مش معقولة أول مرة يشوفك فيها يشوفك في السجن. مصيرك. يلا اطلعي. انا مش هينفع افضل كده كتير. لا، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لي وليه حظي عامل كده. سرية، انت مش سامعاني يا سرية؟ يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ عامله كده ليه؟ سرية، انت سنجتي يا سرية؟ يا اختي ما سنجتش، سامعاكي اهو. انا خايفه قوي يا سرية من الحاجه وصيفه. وانت ايه اللي كان خلاكي اتهبلتي في مخك ودخلتي اوضتها؟ اهو اتهبلت يا سرية، اتهبلت يا اختي. انا الخوف مموتني. بقول لك ايه، انا لازم الفتره الجايه دي استخبى على قد ما اقدر، لان انا كل خطوه بعملها بمصيبه. الحاجه وصيفه دي بقى بالذات لو قالت لجعفر يطلقني هيطلقني. هي حاجه من الاتنين، يعرف استخبى يسلم لها نفسي واخلص. انا خلاص، انا كده بتعذب. هو انت يا نرجس ليه على طول خايفه من الطلاق؟ عندك عقده يعني وانت صغيره؟ في واحده في عيلتكم مثلا اتطلقت فعدموها؟ لا، ما حصلش. بقول لك ايه يا سرية، انت ايه اكتر حاجه بتخوفك في حياتك؟ الحياه نفسها بتخوف، بس انا خلاص جدتي نحست.